السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بيظهر عندك إسهالات مبكرة في اليوم التاني أو التالت أو الرابع لحد عمر 10 أيام، يبقى لازم تسمع الحلقة ديت. أول حاجة يا جماعة، الناس اللي بيظهر عندها إسهالات مبكرة في عمر اليوم التاني أو التالت أو الرابع وللأسف بيروح ينزل جرعة كوليسترول، الكلام ده غلط. تعال أقول لك الأول السبب بتاع ظهور الإسهالات ديت، وبعد كده نرجع نقول لك على طريقة العلاج. أول حاجة يا جماعة، عشان تظهر عندك إسهالات مبكرة في اليوم التاني أو التالت أو الرابع لحد عمر 10 أيام، ده كله بسبب تذبذب درجات الحرارة أو إن درجات الحرارة عندك مرتفعة أو الرطوبة عالية أو منخفضة. ده السبب الرئيسي الأولاني في ظهور الإسهالات المبكرة. أو السبب التاني التحضير أو الاستقبال على محلول سكري زي المية بسكر أو العسل الأسود، ده سبب رئيسي برضو في ظهور الإسهالات المبكرة. يبقى عشان تتلاشى موضوع الإسهالات المبكرة، أول حاجة ما تعملش الغلطتين دول، إن أنت تثبت درجة حرارتك، بلاش تستقبل على حرارة أعلى من 32 في الصيف ده. وكمان ما تستقبلش على اي محلول سكري، السكريات كلها اي حاجه فيها سكريات زي العسل الاسود او السكر والكلام ده ما ينزلش قبل اليوم الرابع، على ما يبدا البنكرياس يستقبل معاك السكريات. دول سببين رئيسيين جدا في ظهور الإسهالات المبكرة اللي بتظهر معاك في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع لحد عمر 10 أيام. كمان ما ينفعش تنزل لهم حق جرعة كوليستريديا، لأن الإصابة مش كوليستريديا، فمش هتنفع معاك حاجة. بس لو ظهر معاك الحاجات دي الإسهال المبكر ده، طريقة العلاج حاجة بسيطة أوي. فيلاجيل 5 سم للتر معاه كبكت 3 سم للتر لمدة 48 ساعة متواصل، الاتنين دول بشري. وتظبط درجة الحرارة والرطوبة عندك في العنبر. لو عملت كده بإذن الله هينقطع عندك الإسهال وفراخك هتنمو نمو طبيعي جدا، مفيش أي مشاكل. خلي بالك بس عشان تبقى عارف إن الإسهالات المبكرة دي، لأن أنت عندك مشكلة الإسهالات المبكرة بتظهر معاك بتخلي كتاكيتك تسرد منك، كمان النمو بيتأخر معاك، كمان بتهدر علف كتير قوي. فلازم تظبط حرارتك. كمان لو المية اللي بتغيب قدام الفراخ دي أكبر كارثة ممكن تسبب معاك إسهالات. المية عندك في السقايات ما تزيدش عن 8 ساعات، أقصى مدة ممكن تقعدها المية في السقاية عشان ما يظهرش معاك الإسهالات المبكرة دي. كمان خطوط المية لو أنت بتشتغل على النبل لازم تطهرها كويس. يا رب النهارده نكون قدمنا لكم معلومة سريعة، معلومة مفيدة. كمان الموضوع ده أصلا ذو أهمية كبيرة، وكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بيظهر عندك إسهالات مبكرة في اليوم التاني أو التالت أو الرابع لحد عمر 10 أيام، يبقى لازم تسمع الحلقة ديت. أول حاجة يا جماعة، الناس اللي بيظهر عندها إسهالات مبكرة في عمر اليوم التاني أو التالت أو الرابع وللأسف بيروح ينزل جرعة كوليسترول، الكلام ده غلط. تعال أقول لك الأول السبب بتاع ظهور الإسهالات ديت، وبعد كده نرجع نقول لك على طريقة العلاج. أول حاجة يا جماعة، عشان تظهر عندك إسهالات مبكرة في اليوم التاني أو التالت أو الرابع لحد عمر 10 أيام، ده كله بسبب تذبذب درجات الحرارة أو إن درجات الحرارة عندك مرتفعة أو الرطوبة عالية أو منخفضة. ده السبب الرئيسي الأولاني في ظهور الإسهالات المبكرة. أو السبب التاني التحضير أو الاستقبال على محلول سكري زي المية بسكر أو العسل الأسود، ده سبب رئيسي برضو في ظهور الإسهالات المبكرة.